أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية من داخل إدارة مركز كفر الدوار، وتحديدا مراكز كفر الدوار التعليمية وأوائل الشهادة الإعدادية. أهلا وسهلا بكم ونتعرف عليكم بقى. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمك إيه يا حبيبي؟ انا الطالبه شهد محمود عنتر. شهد محمود، في الأوائل ترتيبك في الإعدادية في سنة كام ومدرسة إيه؟ انا الاولى على الصف الثالث الاعدادي، مدرسه سيدي تعليم اساسي وبس. وتعرف عليكي؟ الطالبة أنا عصام طه محمد. المركز بتاعك؟ الثالثة على مدرسة صدق تعليم أساسي. صدي، مدرسة صدي. يا أهلا وسهلا بيكم وألف مبروك بالنجاح والتفوق ده. تعرف عليك يا حبيبتي؟ طالبة جهاد محمد. سنة كام؟ المركز الأول الصف السنة الإعدادي. سنة تانية إعدادي. يا أهلا وسهلا بيكي. أهلا. تعرف عليكي؟ روان عمرو. سنة كام يا روان؟ الصف الاول الاعدادي. الترتيب بتاعك؟ الاول. ما شاء الله. احنا معانا دلوقتي نماذج نابغة ونابغات من التعليم الإعدادي مركز كفر الدوار، إدارة مركز كفر الدوار التعليمية. نرجع بقى لأولى الشهادة الإعدادية ونقول لها إيه سبب التفوق ده والسر، تقولي لزمايلك إيه بالتفوق بتاعك وسر تفوقك. والله يعني الموضوع كله ان انت تتبع من نصائح مدرسينك، الاجتهاد، الاصرار. اللي عنده عزيمه ممكن يعمل اي حاجه. الاجتهاد احسن من انك تكون شاطر، يعني مفيش حد شاطر ومفيش حد فاشل، على حسب المجهود اللي حضرتك بتعمله. يعني احنا عايزه تقولي للناس كلهم ان كل واحد مفيش جواه فشل ده مفيش فشل، كلكم ناجحين، الى انتوا بقى اللي عايزين توجهوا نفسكم نحو الفشل او نحو النجاح، صح كده؟ صح كده. كلمه بقى تقوليها انت وسبب نجاحك وسبب تفوقك. سبب نجاحي أول حاجة التعب، الحمد لله بعد ربنا، وإن ليس الإنسان إلا ما سعى. الواحد ما بيحصلش على حاجة غير يعني المجهود اللي بيبذله. طبعا احنا بذلنا مجهود كبير عشان نوصل لكده بفضل معلميني ووالدي ووالدتي، هم مدرسين فكانوا بيساعدوني، وشكرا أستاذ عمر، هو مدرس دراسات بس من بداية الصف الثالث الإعدادي وهو معانا في كل المواد. طب يعني مين ليه أثر وليه تأثير في حياتكم من مدرسينكم ومين تقولوا له شكرا جدا وبنشكرك؟ طبعا استاذ عمر علي شحاته، هو طبعا مش بس بيدرس لنا دراسات، هو بيربينا قبل ما يعلمنا، بيدينا مساعده في كل حاجه. يعني محتاجين، انتوا شايفين نفسكم تعبانين مثلا مش كويسين في ماده ايه، بيوصينا على مدرسين نروح عندهم، يعني بيعلمنا قبل ما يربينا، يعني نشكره جامد استاذ عمر. واحنا كمان احنا بنشكر مثال المدرسين الناجحين والقاده المؤثرين للطلاب بتوعهم الاستاذ عمر شحاته. كلمه بقى تقوليها للاستاذ عمر؟ شكرا جدا 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 على المجهود الكبير والعظيم اللي بيعمله معانا، وهو قبل ما يكون معلم فهو اب واخ كبير، وشكرا بجد، هو بيبذل معانا مجهود يعني قد مجهودنا، وشكرا بجد. زياده طبعا احنا بنبارك لكم على النجاح، ومن نجاح لنجاح وتفوق ان شاء الله. نرجع بقى لابنائنا الصغيرين، الصف الثاني والصف الاول الاعدادي. قولي لنا بقى سبب نجاحك وتفوقك ايه؟ أولا الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم الفضل مدرسيني وليا والتعب بتاعي ومجهودي، وأنا كنت بذاكر وبعمل اللي عليا وبسمع نصايح المدرسين وكل حاجة. تمام. وانت بقى كلمة تقوليها بقى كده وسبب تفوقك ايه؟ في سبب تفوقي الاجتهاد، انا كنت بجتهد جدا، وبرضه برجع بالفضل للاستاذ عمر ان هو كمان كان بيقوينا وبيدينا ان هو اولا ما كانش استاذ لينا، كان اخ برضه اب لينا، وكان كان مشجع وكان بيحفزكم لنحو التفوق، وكان دافع لكم، بيديكم سبورت، داعم لكم دايما، صح؟ ايوه، هو كان داعم وكان على طول بيقول لنا المدرسين دولت لا، وكان على طول بيدينا نصائح في اي حاجه مش في مادته بس. طب كلمة بقى تقولوها لزمايلكم، كلكم حابين تقولوا لزمايلكم ايه اللي يعني مش متفوقين قوي، او اللي ما حالفهمش الحظ، او اللي مجموعهم ضعيف، تقولوا لهم ايه في الترم الثاني وتقولوا لهم يعملوا ايه؟ احنا نقول لهم اجتهدوا، واهم حاجه الاصرار والعزيمه والصبر، مش اي حاجه بتيجي من على طول كده، لازم ان كل واحد يجتهد ويكون عنده عزيمه واصرار. تمام. أولا طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم طاعة المدرسين والقيام بالمجهود بتاعهم، وإن شاء الله ربنا مش هيضيع إن شاء الله. كلمة تقوليها؟ اول حاجه طبعا علشان اي واحد يكون شاطر او يكون متفوق لازم طبعا رضا الاب، ورضا الاب والام، ورضا الرب اول حاجه طبعا، وبعد كده يسمع كلام مدرسينه طبعا، ويذاكر ويجتهد ويصلي بس، وكل حاجه تبقى تمام. تمام.
الطلاب ما تيأسش، يعني هو بيحصل كده احباط في السنه مثلا، فما ييأسوش ونكملوا. اللي عايز يوصل لحاجه لازم يسعى ليها، ويعني الاصرار والعزيمه والصبر احسن حاجه في التعليم اصلا، ان انت تفضل صابر لحد ما توصل للحلم اللي انت عايزه. تمام. كما قال طه حسين: لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وبننهي لقائنا بالطلبة المتفوقين، ونلقاكم وضيف آخر وبرنامجكم صورة مصرية.